محترم احمد سلامه، مرحب بيك النهارده في مئوية نادي الزمالك، بيتك العيش الاول ليك. الف مبروك للصفحه الجميله بتاعتك، والف مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي الحقيقه يستاهلوا اكتر من كده بكتير. انت دايما في الاحتفالات موجود، اي حاجه نادي الزمالك موجود. طبعا نادي الزمالك ده بيتي وانا متربي فيه ولعبت فيه كوره وبيتي تاني نادي الزمالك. احكي لنا بقى الفتره اللي لعبت فيها كوره، الذكريات بتاعتك. لا انا لعبت لغايه تحت 17 سنه، كانت الفرقه اللي فيها كابتن ابراهيم يوسف، كابتن سعيد الجولاي، كنت بلعب وينج ليفت لاني اشول. كان الكابتن بتاعنا الكابتن شريف الفار الحقيقه. هو المواقف لا مواقف كتير بقى، يعني حاجه مميزه، مواقف كتير بس طبعا ده من زمان فما افتكرهاش قوي. انما في الاهلي كنا مغلوبين، انا ما كنتش نازل في الفرقه الاساسيه، كنت احتياطي وكنا مغلوبين 1-0. فمتهيألي على ما اعتقد يعني انا نزلت احرزت جول، وكان الاهلي عايزني في الوقت ده، فانا ما اقدرش ابقى انتمي لاي نادي غير نادي الزمالك. وبعد شويه بطلت كوره. مين اصدقاء دلوقتي من اللعيبه الجيل بتاعك او الجيل الحالي؟ لا كلهم، كابتن سعيد وكابتن ابراهيم يوسف طبعا، وبقابلهم في النادي، طبعا كلهم اصدقائي لغايه دلوقتي. كل